ايه ده؟ انا طالب كباب، انا طالب كباب. ايه اللي جاي لي ده؟ ده لانشون. اهلا بكم في مقارنه احسن كيلو كباب في مصر، وطبعا المره دي ولاول مره معانا في المقارنه الرفاعي الكبابجي يا جماعه، بتاع السيده زينب. وبيقولوا ان ليس لهم فروع اخرى في السيده زينب فقط. تاني واحد معانا درويش الكبابجي، برضه جبنا من عنده كيلو كباب. واخيرا وقصر الكبابجي عشان نبقى جربنا من عنده كباب. يلا بينا نسمي الله. وكبابجي الرفاعي يا جماعه مفتوح من سنه 60. ده كيلو الكباب عنده ب 1250. كيلو الكباب عند الرفاعي ب 1250 يا جماعه. نسمي الله. واحنا هنوزن كيلو الكباب كالعاده هاني فود، ان بيوزن الحاجات اللي بتجيله. انا باكل كباب، معلش اتكلمني بعدين، ده مش وقت تليفونات خالص. هو هنا جاي عيش وحاطين فوقيه عيش، وجاي هنا شويه سلطات مع كيلو الكباب. والميه عماله تشر من كل حته. اتمنى ان التغليف كبابجي الرفاعي الطهره. ايه الطهره دي؟ ايه فكره كبابجي الرفاعي الطهره؟ ايه الكلمه دي؟ اول مره اقراها في الحاجات عنده. وده منظر كيلو الكباب. ايه ده؟ انا طالب كيلو كباب، ده ريش ولا هما بيشكلوا ريش على كباب ولا ايه؟ ده ريش كلها. انا طالب كيلو كباب مش ريش. الكباب تعتبر هي نفس قطعه يا جماعه باكل كباب. ونوزن كيلو الكباب اللي هو اصلا بعتهولي ريش. هل هي الكباب هي الريش؟ هي نفس الطعم، هي كباب على ريش. دي قطعه كباب، دي قطعه ريش. يعني هل كل المطاعم بتعمل اللي عمله الرفاعي ولا لا؟ ولكن نسمي الله. والريحه جميله الصراحه. خليني صريح معاك يا صديقي يا اللي بتتفرج. كيلو كباب عند الرفاعي، طلبت كيلو كباب من عند الرفاعي، جاي لي نص كيلو. اتفرج كده، ده كيلو كباب ب 1250 جنيه، جالي نص كيلو. يعني لو عايز تاكل كيلو كباب صح بقى هتدفع لك 2000 ونص عشان تاكل كيلو كباب من الرفاعي. انا مش كده، لا. نص كيلو دي لا. هل ده الطبيعي ولا لا؟ اكتبوا انتوا في الكومنتات وقولوا لنا احنا كده صح ولا غلط. هنبدأ ندوق الكباب نفسه، مش عايزين ندوق الريش غير في الاخر. نسمي الله. وده منظر قطعة الكباب عند الرفاعي بتاع السيدة زينب. نسمي الله وهنشدها كده ونشوفها اخبارها ايه. شدة جامدة. وقطعة الكباب فيها عظمة من هنا، دي عظمة ودي ريشة وكم ريشة. يعني تقريبا بالعظم ده هيصفلنا ربع كيلو. يعني في عظم كتير هنا، اغلبيتهم ريش. يعتبر كيلو كباب جالي اغلبيته ريش. تقريبا كده الوزن عشان يصفرك وزن هتاكل 300 جرام لحمه. يعني لو عامل دايت وعايز تاكل 300 جرام بروتين اطلب كيلو كباب. وعايز اقول لك عشان تاكل كيلو كباب عند الرفاعي بتاع السيده زينب هتدفع حوالي 5 أضعاف كيلو اللحمه العاديه. بسم الله. فظيعه قوي، حلوه قوي قوي. ادفع ما يهمك. ندوق اخر قطعه بالطحينه وبعد كده نخش على اللي بعده. بص، طعم مجرم. تحس ان الحاجه نظيفه قوي. عارف انت الورده بس فيها شوك. الشوك هو السعر الاوفر قوي. نخش على اللي بعده. نخش على، بقول لك ايه، اختار انت. قصر الكبابجي يبقى درويش. تعالى يا عم. جبنا كيلو كباب من عند درويش الكبابجي وسلطاته الكتيره الاوفر اللي هو بيبعتها زي كل مره. والسعر فين؟ الرصيد اهو. كيلو الكباب عنده ب 1180 جنيه يا جماعه عند درويش الكبابجي. يمكن ده ارخص واحد في الحلقه معانا النهارده. ونسمي الله ونشوف الكباب فين. لفين عيش على هيئه كباب. يا ريت ما تعملوش كده تاني. ايه ده؟ ايه ده؟ انا طالب كباب، انا طالب كباب. ايه ده يا حاج؟ ده بحين مين؟ ده بحين مين يا عم درويش؟ انا طالب كباب. ده انهي كباب ده؟ ايه ده؟ انا طالب كباب، انا طالب كباب. ايه اللي جاي لي ده؟
ده لانشون. ايه ده الحاجات الغريبه دي؟ وبرضك زي ما حصل في كبابجي الرفاعي حصل في درويش، ولكن هنا تحس الريشه الناس دي كريمه قوي يا بابا. ايه ده؟ انت في حته دهنه تقيله هنا. يا خرابي، بص كده المنظر ده، يا خرابي، دهن دهن بس. ايه جايبين منين الكلام ده يا جدعان؟ وبرضك قطع كباب عاديه، ولكن اول مره في حياتي اشوف المنظر ده في الكباب. ايه ده؟ حاجات غريبه. ده كباب ده ولا ايه اللي كانوا بيضحكوا علينا؟ احنا هناكل ايه النهارده؟ طالب كيلو كباب، يعني المفروض تهتموا بيا. سمي الله ونوزن. هنا الكيلو الكباب 950 جرام، يعني الفرق 50 جرام وهسامحك فيها درويش. ده ميزان حلال. بص هنا منظر مالي الطبق، بس هنا في منظر في درويش غريب جدا. ايه ده؟ ايه ده؟ بتبقى الحاجه، فاكرين كيلو الكفته بردك في المقارنه الثانيه كان عامل ازاي؟ ايه يا عم ده؟ إيه، انا خايف، انا مرعوب. في حاجه في درويش، يا خرابي. وستيك، ده استيك، ده ايس كريم ميجا محطوط في البتاعه دي. كان في قطعه انا مسكتها عصرتها، انا عايز ادوقها اهي. بصوا الريشه، بصوا الريشه عند درويش عامله ازاي. الراجل ده كريم يا بابا. ده انا قلقان لان في حتت كبيره قوي في الكباب اول مره اشوفها في حياتي. مش هتكلم. وكميه سلطات مع كيلو الكباب. عايز اقول لكم انا عايز ادوق دي. ايه دي؟ وشوينها ازاي؟ يعني حطيتوها في سيخ ولا ايه؟ نفس الشده. للاسف الكباب بيشد في كل الاماكن تقريبا. بسم الله، انزلها في الطحينه. بسم الله. ايه ده؟ دي مش لحمه، دي حاجه اعلى من مستوى اللحمه بجد. لما بقول مسكره بتضحكوا، هي مسكره ومسكره جدا. وبأمانة الله ده ما اعلان لدرويش ودافع حق كيلو الكباب، ولا اعلان لقصر الكباب دي ودافع حق كيلو الكباب، ولا اعلان للرفاعي وبأمانة الله دافع حق كيلو الكباب، وما اعلان لحد. والصراحه حته اللحمه اللي هي الطويله دي ليها طعم تاني وكيان تاني. هاخد من الحته التانيه. كباب درويش غيره مفيش، ويمكن قصر الكبابجي ليه رأي تاني. واخيرا كيلو كباب من عند قصر الكبابجي ب 2000 جنيه يا جماعه. كيلو كباب عند قصر الكبابجي ب 2000 جنيه. مصر رايحه فين؟ يا ربنا يسترها علينا كلنا عشان الموضوع بقى ياخد. ادي كيلو الكباب وكفرين. وطلبت طبق رز ب 100 جنيه يا جماعه. طبق رز الساده انا قلت لكم قبل كده ان هو في قصر الكبابجي ب 95 جنيه، وكيلو الكباب واقف عليا ب 2113. يعني كيلو الكباب اللي هتشوفوه دلوقتي ب 2100 جنيه عند قصر الكبابجي، ومكتوب كيلو كباب على اللفه. وتغليفه مليانه، انا شايف ان مليانه فويل اوفر، ولون غير اللي احنا شفناه خالص. لون غير اللي احنا شفناه خالص. وحاطين عيش محمص من فوق. وهل فيها ريش؟ لا، ده الوحيد اللي عامل كيلو الكباب بدون اي ريشه. مفيش ولا ريش. كيلو طلبت كيلو كباب يحط لك كيلو كباب، مش هيفتي، لا يحط لك ولا ريشه ولا مرشتيش. يلا نسمي الله ونوزنه. ودايما قصر الكبابجي بيبهرنا في الوزن يا جماعه. هنسمي الله ونوزن. اول مره قصر الكبابجي يبقى زيه زي المطاعم العاديه في وزن الكباب. يعني قصر الكبابجي كيلو هنا ب 2100 جنيه، وزيه زي بقيه المطاعم ام 1000 وحاجه. فقصر الكبابجي ارجوك اراجع الاسعار، لان بيتهموني اني بعمل لك اعلانات وانا دافع الحساب وزياده وتوصيل. وحلفت لكم ان دي ما اعلان لقصر الكبابجي، ولكن مفيش الصراحه قطعه ريشه واحده. كله كباب بس، مقطع لك لحمه بس، ومفيش عضمايه.
مع احترامي الدرويش اللي كان كبابه حلو والرفاعي، لا كان في عظم كتير. يعني مثلا كل واحد يقل له 200 جرام ولا حاجه عظم، لكن قصر الكبابجي مديك لحم صافي مفيش عظم. هنسمي الله ونختبر اختبارنا الجميل في الشده. وزي ما انتم شايفين مفيش كباب في مصر ما بيشدش. نسمي الله. دوق قطعه كمان، لاني حاسس ان التتبيله في قصر الكبابجي غير تتبيله الاتنين خالص. دي تتبيله امي في البيت لما تفكر تعمل كباب. طعمها مش الطعم اللي انا دقته في الاثنين اللي فاتوا. يعني الاثنين اللي فاتوا كانوا قريبين من بعض، ولكن المنظر ده، بص حته الدهنه اللي بره على الكبابيه دي كده، يا نسمي الله وندوها ولا بلاش عشان ما نتخنش. بصوا منظر الدهنه هنا عامله ازاي، سمي الله. طعم الكباب عند قصر الكبابجي مش الكباب الصايع، مش هتحس بطعم الكباب اللي هو انت بتاكل كباب بالتتبيله العامه. المنظر واضح في التتبيله هنا ان دي تتبيله غير تتبيله الكباب. هي لحمه نظيفه، كواليتي نظيف، خامه نظيفه. ولكن لو انت عايز تاكل كباب الصايع ما رجحلكش قصر الكبابجي في المقارنه دي. ولكن هي خامه نظيفه الصراحه عشان ما نكدبش، واكترهم وزنا اكتر من درويش واكتر من رفاعي اللي باعت نص كيلو. الرفاعي ب 1250 باعت نص كيلو، ده ب 2000 جنيه باعت كيلو لحم صافي مفيش عظم. الرفاعي كان فيه عظم يعني يصفى 300 جرام، ده انت تاكلهم وانت عامل دايت. تطلب كيلو ب 1250 جنيه تاكلهم وانت عامل دايت. درويش معقول ما بين ده وما بين ده، وفي قطع لحمه وفي قطع ريش. والدهنه كانت جميله قوي بتاعت درويش الصراحه، كانت تحفه. يعني الحته عارف انت، ريشه ريشه يا بابا. المقارنه في الاخر هي بالنسبه لنا دي مقارنه. يعني ده حلو وده حلو وده حلو، لو اكلتهم لوحدك هتتبسط. يعني لو رحت قصر الكبابجي هتتبسط جدا بالخامه، لان خامه بريميوم قوي. رحت رفاعي هتتبسط بردك، لان مش هتحس، انت مش هتوزن زينا وبتاع. هو كيلو كباب حجمه قليل قوي الصراحه. فقيمه مقابل سعر في الاختصار يعني هو درويش الكبابجي المره دي. ياما كسب قصر الكبابجي، ياما كسب اماكن تانية، بس صراحه درويش المره دي ابدع. مش اعلان لدرويش، وانا لا عامل اعلان لده ولا عامل اعلان لده. ويا حبيبي اللي بتقول لي شوف لك شغلانه، احب اعرفك بنفسي. انا هاني فود، صاحب اكبر مطعم سي فود في مصر. سلام.